عسلامة. اش قولكم اليوم في كمونية بالعلوش؟ وكما تشوفوا حضرت المقادير باش نشوفوهم مع بعضنا. خذيت كمية اللحم اللي حاجتي بها تقريبا 700 غرام، كيلو غير ربع. شوية لحم مخلط مع شوية كبدة وكلاوي. حضرت المقادير اللي هما مغرفة طماطم مش مكومة، الفلفل الأحمر، الملح، الفلفل الكحل، الكركم، وشويه فلفل مهروش. هذاك شي يبنن لي الكمونيه نتاعي. وكما تشوفوا الكمون حطيته وحده خاطر هذاك باش نزيدوه في الاخر، ومع كميه الزيت اللي باش نعبيها باش نستعمل زيت زيتونه. وباش نوريكم تو باش ننتقلوا لطريقه التحضير. اذا خذيت كميه زيت الزيتونه اللي باش نطيب بها، ماذا بيا كميه معناتها محترمه. غطي لي بالدقيقه على الطنجره، ما نخليهاش تسخن ديريكت باش نحط معاها التريفات اللحم والكبده باش نخليهم يتقليو مع بعضهم ويسخنوا مع بعضهم. نقليو اللحم قرابه يعني درج ونص هكاكا حتى يولي عنده يعمل وجيه، باش من بعد نزيدوه للفحات الكل مع بعضهم. نزيدوه حكايه دقيقتين 3، ومن بعد نوريكم كيفاش باش نصير معناتها كيفاش باش نفوقو. كيما تشوفوا كيفاش تبدل لون اللحم، يعني ولا كاينو اعطى منظر القلايه كاينو مقلي. توا باش نزيدو نحطوا الفحات نتاعنا، باش نحطوا الطماطم، باش نحطوا الفلفل الاحمر، الكل شيء مع بعض، وباش نخليهم يتقليو مع بعضهم باش يفوحوا لنا اكل اللحم، ومنها يتقليو مدة 5 دقائق. العمليه ذي راهي مهمه على الاخر، لازم الطماطم ولا الفلفل الاحمر كلهم يتقليو مع بعضهم باش يعطيو اكل فاح للكمونيه نتاعنا. ولا للحم لازمهم يعطيو لفاح ويتشربوا مليح. ولا تقريبا يعني 5 دقائق اخرين نخليهم يتقليو قبل ما نمرقولها باش نخليو اللحم يطيب في راحته. نقعد نحركو هكايا باش اللفاحات الكل تدخل في بعضها. خلينا الكمونيه نتاعنا تتقلى مليح مع الطماطم مع اللفاحات نتاعها. تو قايد باش نمرقولها باش نخليو اللحم يطيب في راحة نعقلو. كميه الماء باش نمرق ما يغطي لي اللحم. ولا كما تشوفوا باش نخليها يعني نصف ساعه، باش نزيد شويه ميسالش، نخليها تقريبا يعني نصف ساعه، نرجع نتفقدوها مع بعضنا باش نزيد شويه ماء. هذه الكميه اللي باش نزيدها. ولا هكا يكون اللحم نتاعنا تغطى بالباهي. ولا تو باش نخليها تقريبا نصف ساعه تطيب، نرجع نتفقدوها. كما شفتوا بالنسبه للكمونيه راهو ما حطيناش لا ثوم لا حطينا تابل وكرويه، لانه بالعلوش بطبيعته يعني يفوح روحه بروحه، ما يستحقش باش نزيدو نفوحوه بالتابل والكرويه والثوم. تعديت نصف ساعه على الكمونيه نتاعنا. حبيت نتفقد معكم اللحم. كما تشوفوا المرقه يعني شربت يعني الصوص نتاعها، اما ما نجحتش كمان. باش نزيد نخليها خاطر ظهر اللحم مازال يابس شويه، باش نزيد نخليها تقريبا نصف ساعه اخرى ونرجع نشوفوها مع بعضنا. اذا تلقاوها انتم يعني نشحت برشا من الماء واللي تزيدوها يعني واللي يبدا اللحم بالطبيعه مازال ما طابش، واللي تزيدوها كميه صغيره من الماء، تقعدوا تتبعوها معناتها من غير ما تكثروا برشا الماء. بالنسبه لي انا مانيش باش نزيد، ديجا قاره زيتها. نصيف ساعه اخرى ونرجع نتفقدها معاكم. تعديت من نصف ساعه باش نتفقدوا الكمونيه نتاعنا. ما شاء الله كما تشوفوا يعني قررت زيتها. اللحم نورمالمون طاب، ظاهر هذه زبده. دونك توا اخر مرحله باش نعملها باش نزيد قرن فلفل. مش بالضروره راه فما شكون ما يحبش، لكن انا نحب ريحه الفلفل باش معناتها باش تفوح لي الكمونيه نتاعي. خليه تقريبا دقيقتين ومن بعد باش نطفي عليه ونحط الكمون وتنوريه لكم في صحن التقديم. الدقيقتين اللي باش يذبلوا لي الفلفل تعداو،
دونك وقيت توا باش نحط الكمون، كميه الكمون اللي وريتها لكم من الاول. كيما تشوفوا انا نحطه في الاخر بالكل راهو، على خاطر هو ما يلزموش معناتها يطيب معناتها، على خاطر سينو باش يعطي مطعم المراره للكمونيه نتاعنا. تو ما بقى كان باش نقص عليها ونوريها لكم في صحن التقديم. باش نقدم لكم توا الكمونيه نتاعنا، ما نحكي لكمش على الريحه، واللحم ذقته معناتها طايب هيبي زبده ما شاء الله. قاره زيتها ولا انا حبيت نعملها راهو مش اللحمه كهو، يعني حبيت نعملها حم وشويه كبده وكلاوي، يعني خلطتها هيك معناتها نلقاو يعني الشوا في الماكله. وهذا صحن الكمونيه بالعلوش حضر. اللي يحب يزيد يزين بشويه بصل، انا حضرت ديجا راس بصل قصيته طريفات جويدين، ومع رشه معدنوس ولا، ومع شويه خبز طابونه. ما نحكي لكم مش على البنه. تاكلوا صحه وبشفاء. ان شاء الله تكون عجبتكم الروسيت نتاعنا، جربوها وتبعوا الوصفه نتاعنا. سهله ما فيها حتى شيء، سهله مبسطه على الاخر، حتى للمبتدئين مش باش يلقاو فيها حتى اشكال. دونك تاكلوا صحه وبشفاء، نتقابلوا في روسيتات اخرين.